بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طالعه يا جماعه النهارده عشان خاطر اقول لكم على القناه بتاعت ولادي ان هي اتحذفت. طبعا انا من فتره ده عمر طبعا بيمسي عليكم اهو، عمر الجميل ماشي. فكنت طالعه اكلمكم بخصوص القناه بتاعت ولادي. انا قبل كده اتكلمت في فيديو قلت ان القناه بتاعت ولادي اتحذفت، وطبعا انا مش عارفه اي حاجه، انا مش فاكره حاجه بصراحه، ولا الايميل ولا الباسورد ولا اي حاجه. فيا ريت يا ريت لو حد يعرف، حد مثلا الناس اللي هي بتشتغل في السوشيال ميديا كده، الشركات اللي بتعرف ترجع قناه، اللي بتعرف كده يعني، حتى بالفلوس يعني، حتى يعني مش بس كده حد هيخدمني بس فيها، لا، لو هدفع حتى فلوس لحد بيعرف ان هو يرجع القناه، يرجع الحساب، حاجه من دي. لو حد يعرف يا ريت يكتب لي في التعليقات، ضروري يديني رقم، حد يديني حد يعني اتواصل معاه، عشان انا فعلا ما اعرفش حد خالص ومش عارفه ارجع القناه. والقناه يعني مش مهمه في موضوع المشتركين، هي ما كانش عليها مشتركين كتير اصلا. هي يعني اكتر حاجه مخليني عايزه ارجع فعلا القناه ان هي كان عليها فيديوهات كتير حلوه قوي لاولادي، و... وللاسف انا مش محتفظه بيهم، يعني مرحله طفولتهم. انا فاتحه القناه بتاعت ولادي دي من زمان، من قبل ماما الله يرحمها، اما نعمل القناه بتاعتي انا وماما دي، بتاعت قناه ولادي دي من تقريبا من 2017، حاجه زي كده يعني. فاتحاها من بدري، فانا كل بقى فيديوهات ولادي كل مرحله الطفوله دي طبعا راحت، لان انا للاسف انتوا عارفين طبعا ده التليفون بيبقى مليان فيديوهات وصور، وطبعا مساحه مفيش مساحه، فانا كنت اضطر ان انا انزل فيديو على القناه وبعدين اروح مسحاه. فهو ده اللي حصل معايا، كل ما انزل فيديو اروح مسحاه من يعني من الفيديوهات بتاعت ولادي من على التليفون. فطبعا ما بقاش عندي اي فيديوهات طفولتهم خالص، ولادي اللي هو زايد وسيف، مش عمر طبعا، ده عمر لسه نونو اهو ماشي. اللي زايد وسيف ولادي اللي هما اللي هي القناة اصلا باسمهم، هي القناة اسمها عائلة زيزو وسيفو. فالمحتوى بتاعهم طبعا كان متنوع بصراحة وحلو، يعني كانوا مثلا اهو ده زيزو طبعا، لو كنتوا شايفينه في القناة هم على طول اصلا كانوا بينزلوا، وده سيف، وده عموري الجميل النونو بتاعنا الصغنن. ف... فالمحتوى بتاعهم كان حلو وجميل، وكمان كانوا بيعملوا قصص اللي هي القصص القصيرة دي بقى، مثلا مش عارف حد اخته تاهت، اخوه معرفش ايه، اب سرق مش عارف مين، ام مش عارف ايه، القصص اللي هي القصيرة دي كان بيعملها دايما هو وقرايبه وسيف زايد وسيف وقرايبهم، يعني تكون مطعم بيصوروا خارجين بره بنصور مصيف ملاهي، مثلا حاجات في البيت، العابهم في البيت، بيلعبوا اي حاجه في البيت بيصوروها، بيصوروا الالعاب بتاعتهم سواء العاب جايه جديده او العاب هم بيعملوها هنا. يعني كان قناه متنوعه. انا مش عايزه بصراحه اعمل قناه تانية، مش عايزه اعمل قناه تانية ليه؟ عشان خاطر انا اصلا بنسى جدا حوار الباسورد يا جماعه، والايميلات والحاجات دي بجد مهمه جدا جدا جدا. فعلا انا سمعت كم يعني كذا كذا حد في القنوات، اصحابنا اللي عندنا او مثلا اي حد تاني بيتكلم، اصحاب القنوات، وبيقولوا ان القناة قد ايه فعلا لما بتضيع الواحد فعلا بيتعب او بيتضايق قد ايه. فعلا بتبقى اشتغلنا على القناة كتير وعملنا فيديوهات وصورنا وخدنا من وقتنا ومن وقت بيتنا ومن وقت ولادنا وعملنا حاجات، وفجأة بنلاقي القناة راحت ف واتحذفت والحساب اتحذف وبنسى بقى بصراحة موضوع ان انا الايميلات والباسورد مهما ادخل مثلا حاجة حتى من اللي انا فاكراها مفيش. فالموضوع بصراحة رخم قوي، فانا مش مستعدة ان انا اعمل قناة تاني. يعني انا عايزة اعمل قناة تانية لولادي، بس انا بقول اعمل قناة تانية دلوقتي وبرضه تضيع مني. يا ريت اي حد يعرف يرجع لي القناة او يرجع لي التيك توك باي تمن، عشان خاطر فعلا انا كل طفولة ولادي راحت على القناة بتاعتهم وعلى التيك توك. والمحتوى بتاعهم زي ما قلت لكم كان ترفيهي وحلو، وعائلة زيزو وسيف، وهي قناة اسمها كده. طبعا انا مش لاقيها اصلا خالص، ولا من تليفوني ولا من تليفون اي حد لما بجرب. فكان محتوى حلو وجميل
وزي ما قلت لكم بيعملوا شويه الافلام القصيره، شويه خروجات، العاب في البيت، كل حاجه كنا بنصورها يعني على القناه بتاعتهم. فطبعا انا هنزل المحتوى بتاعهم هنا، لان انا مش مستعده ابدا ان انا اعمل قناه دلوقتي وابقى شاغله بالي ب2 باسورد مع 2 ايميل مع حاجات كتير. هو لا، انا كفايه عليا اصلا دي ان انا اصلا ابقى حتى قادره احفظ او اكمل فيها، ما تروحش يعني او تضيع مني هي كمان قناه، ربنا يستر. بس فعشان كده بقول لكم بقى ان انا ان شاء الله باذن الله من هنا لحد لما ترجع قناه ولادي، يا رب يا رب لو رجعت، هنزل محتوى ولادي عندي او اعمل لهم قناه تانية. بس حاليا لا، انا هنزل محتواهم عندي لحد ما ايه اشوف يعمل لهم قناه تانية، يا اما اكون ايه القناه بتاعتهم رجعت. وطبعا هم كانوا محضرين فيديو لما اكتشفنا ان الصفحه ديت، ما كناش نعرف انها اتحذفت، وكانوا عاملين فيديو وانا بمنتجه وكل حاجه ولسه هنزل الفيديو. لقيت بقى بيقول لي مفيش اصلا، الصفحه دي اتحذفت ومش موجوده، ان الحساب ده اصلا مش موجود. فهم كانوا منزلين فيديو، كان بقالنا 3 شهور ما نزلوش حاجه على قناتهم، عشان كنت ساعتها انا بولد عمر فتره ولادتي. فكانوا منزلين فيديو ترحيب بعمر، يعني بيعرفوا اصحابهم، بيقول لهم يا اصحابي جالنا بقى ايه اخ تالت ومش عارف ايه وضيف جديد وكده. فانا طبعا هنزل الفيديو ده وهنزلها لهم طبعا، يعني حتى الفيديو بتاع ترحيب عمر الجاهز ده عندي هنزله. ده كان 3 شهور عند عمر، 3 شهور، ودلوقتي 7 شهور، يعني القناة محذوفة عندي من 4 شهور. فطبعا انا هنزل لهم حاجتهم بقى عندي، عشان خاطر انا ولادي بيحبوا جدا موضوع التصوير والتيك توك والفيديوهات، وعايزين كده 24 ساعة الكاميرا قدامهم بيصوروا. فانا بقى مضطرة ان انا اعمل كده بصراحة، فهنزل لهم عندي لحد لما نشوف ايه يعني اللي هيحصل بعد كده. بس يا جماعة، فخلصنا الفيديو واستنونا فيديو جديد ان شاء الله. هيبقى محتواه ومحتوى ولادي بإذن الله على القناة دي لحد لما ربنا يسهل ان شاء الله. ماشي، يلا قول لهم باي باي.